السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مثل. النهارده هنتكلم عن موضوع الضريبة على الموبايلات اللي هي اتفرضت من 1/1/2025. أنا اتأخرت شوية في تنزيل الشرح للموضوع ده على لحد ما اتأكدت من كل تفاصيل الموضوع واللي اللي هيتم في موضوع الضريبة. ودلوقتي نقدر إن شاء الله نوضح موضوع الضريبة بالتفصيل، وكمان في فيديو تاني هنعمله إن شاء الله عن طريقة إلغاء الضريبة، بس ده هيبقى الفيديو اللي جاي. بس طبعا احنا معانا الخطوه الاولانيه اللي احنا نتكلم عن التعرف على الضريبه ونسبتها وايه فكرتها، وبعد كده نشوف موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا جماعه، الحكومه المصريه فرضت ضريبه مقدارها 38.5 على قيمه اي موبايل مستورد من الخارج غير الموبايل الشخصي اللي في ايدك. يعني لو حضرتك جاي من الخارج معاك 5 موبايلات، الموبايل بتاعك هيبقى ده فري، مفيش مشكله فيه. الاربعه التانيين هيتسجلوا وهيتفرض عليهم ضريبه. طيب الضريبه قيمتها كام؟ زي ما قلنا 38.5 من قيمه سعر الموبايل. طب سعر الموبايل هم اللي هيحددوه مش انت اللي هتحدده، تمام كده؟ يبقى كده ايه؟ دي تاني نقطه، يبقى هم اللي هيحددوا سعر الموبايل. ثالث حاجه تمام، ان الموبايل ده هيقعد معاك شغال لمده 3 شهور او لمده 90 يوم. الموبايل بتقول لو انت هتيجي تقعد في مصر فتره وترجع تاني يبقى عادي خلاص، مش محتاج انك تسجل ده، بس الفتره دي ما تكونش اكتر من 3 شهور. لكن لو انت هتاجي وهتقيم في مصر او هتعدي فتره ال3 شهور او 90 يوم يبقى لازم تدفع الضريبه. الحاجه الثالثه ان الضريبه مستحقه على الموبايلات التي لم يتم تفعيلها قبل 1/1/2025. يعني اي موبايل حطينا في شريحه واتكلمنا منه قبل 1/1/2025 الموبايل ده معفى من الضرائب، معفى من تطبيق الضريبه. لكن لازم ناخد بالنا ان لازم يكون الشريحتين اتفعلوا. طب يعني ايه اتفعلوا؟ يعني على الاقل حطيت خط في كل شريحه واتكلمت منه ولو مكالمه واحده، كده خط كده الموبايل بتاعك اتفعل، والشريحه في الشريحه رقم 1 والشريحه رقم 2. لكن لو فعلت على شريحه واحده هتلاقي ان على الشريحه الاولانيه ما فيش رسوم، على الشريحه الثانيه فيها رسوم. طب ازاي اعرف ان الموبايل عليه ضريبه ولا ما عليهوش؟ هننزل تطبيق اسمه تليفوني. التطبيق ده على المتجر تقدر تنزله، وهسيب لينك التحميل. اكتب تليفوني في التعليقات وهسيب لك لينك التحميل بتاع البرنامج. بعد ما ننزل الابلكيشن من اللينك اللي انا حاطه تمام في التعليقات او في الوصف، هتكتب السيريال كتابه يدوي، يا اما تعمل له بالباركود. ممكن تعمل بالباركود اسهل زي كده، وهنا هيجيب لك اذا كان عليك ضريبه او لا. كده الموبايل ده معلوش ضريبه لانه مفعل قبل 1/1/2025. لو لقيت ان عليك ضريبه يبقى لازم تسددها. ازاي نلغي الضريبه دي؟ ان شاء الله ده الفيديو الجاي اللي هنحاول نعمله. بس ما ننساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لك فيديو ازاي تلغي الضريبه من خلال الموبايل بتاعك. دمتم في امان الله، مع الف الف سلامه.